مساء الجمال والحلويات عليكم جميعا، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول يوم لفتح سيرفر أركان كلاسيك. الفيديو ده أنا هشرح لك فيه كل اللي بيتم من أول ما بتنزل لغاية لما بتكبر الأكاونت بتاعك والأنظمة وآخر بلاس كام والكلام الجميل ده كله. أول حاجة احنا هنروح بس للمابة بتاعت البيرس عشان تشوف اول ما بتعمل الاكونت بتاعك بتنزل في الحته دي. هتكلم الراجل ده وهتختار منه على حسب الشخصيه بتاعتك، وليكن انا دراجون اوريال فهختار دراجون اوريال فهيديني اصطفه زي دي. وهنقول مثلا انا مونك، هناخد اصطفه مونك كامله سوبر 1 سوكت بلس 3. حلو قوي. هعمل ايه؟ انا دلوقتي لسه ليفل 10، هنقول ليفل 10. وبعد كده هنعمل ايه يا عم نادر؟ هنخش هنلاقي الست دي بيقول لك ايه؟ مابة الهانت ومابة الليفلنج. طبعا مابة الليفلنج هيوديك ناحية الريد ديفل، فالوحوش هتديك شوية برقم عالي. فانت هتخش مابة الهانت دي هتلاقي فيها وحوش مختلفة بقى، فراخ وفراخ كبيرة وبيرد مان وايب والكلام الجميل ده كله. هتسيب الاكونت بتاعك يضرب شوية هنا وهتلاقي نفسك بتتلفلف بسرعة كبيرة جدا زي ما انت شايف كده. طبعا هتلبس الاستافة بتاعتك وتبدأ تلعب الحاجات بتاعتك. هترفع الاكونت بتاعك ليفل 100 120. هنقول احنا دلوقتي ليفل 120، وهنرجع التاون سيتي تاني علشان نروح مابة الليفلينج. هنلاقينا في المكان ده. هنسيب الاكونت يضرب هنا شوية كده. طبعا ممكن تشتري له شوية هيلز الاول علشان خاطر ممكن الوحوش دي ترخم عليك يعني، فيستحسن ان انت تبقى مأمن نفسك. طبعا وانت بتهنط لو خدتوا بالكوا احنا جالنا صندوق كبس تحت، اللي هو الصندوق ده بيدي 100 كبس. لما بتيجي تفتحه بيدي لك 100 كبس. طبعا في صندوق تاني بيدي 200 سي بي اس، وفي ايتمز بتقع بلس 2. وطبعا على حسب الفي اي بي بتاعك. يعني انا مثلا لو في اي بي واحد اللي انا بنزل بيه، انت كده كده تنزل تاخد في اي بي واحد على طول. هتلاقي نفسك وانت بتهنط وانت بتلعب هيجيلك الصناديق دي كويسه، معدلها كويس مش وحش. وهيجيلك ايتم خشب بلس 2. طبعا الايتمز كلها لكل الشخصيات. احنا اخر شخصيه عندنا الدراجون اوريال، فطبعا اخر حاجه او كل الشخصيات اللي انت هتحتاجها هتلاقي ليها الايتمز بتاعتها. طيب احنا كده فهمنا اتلفلفنا وجبنا الاستفة. هنعمل ايه بعد كده؟ الاونلاين بوينت ده طول ما حضرتك بتفتح كل 10 دقايق بتاخد نقطة. النقط بتتبدل بحاجات زي ما انت شايف هنا. طبعا النقط معدلها كبير جدا. سيب الاكونتات بتاعتك تلعب اوتو وهتلاقي نفسك بتجيب ايتمز وبتجيب حاجات جامدة جدا وبتجيب نقط كمان تغيرها بحاجات من هنا. طيب الراجل بتاع الميني بوس ده لو في بوس، احنا مثلا عندنا في 4 ميني بوسز بتطلع كل ساعة. الاربعة دول كل واحد فيهم له وقت معين لما بيشتغلوا، والراجل ده بتيجي تكلمه بيوديك للوحش المناسب في الوقت اللي انت فيه. طبعا دي كويستا بتاعت الكابس بارتي. انت بتخش المدينة جوه هتلاقي فيه وحوش صغيرة كده بتقتلها بتقع منها الشنط اللي احنا لسه فاتحينها دي، بس بتقع كتير. فانت تخش جوه تسيب الاكونت بتاعك. طبعا مفيش بيكي جوه. هتسيب الاكونتات بتاعتك جوه الخمس دقايق اللي بتلعب فيهم الايفنت هتلاقي نفسك جايب بوكسات كتيرة كبس، بحيث ان انت تعرف تفتح التشي بتاعك، تعرف تجيب حاجات للاستفة الكلام الجميل ده كله. كمان احنا عاملين لقطة حلوة عشان بس الناس الجديدة ما تجدش. يعني احنا لو جبنا ميتا واحدة كده وجينا فتحنا الابجريد، وليكن هنجي بالسلاح ده، لو انا علمت بالميتا الواحدة يقول لك الريت او السكسس ريت 33%. لو انا ضربتها هتديك سكسس. ليه الكلام ده؟ بتديك سكسس لان انا فاتح موضوع اللي هو انها تدي لك الليفل الابجريد بتاعه بميتا واحده عشان ما تصرفش مات كتيره، وفي نفس الوقت ترفع الاسلحه بتاعتك والحاجه بتاعتك. تمام كده انا خلصت الحته بتاعت اللفلفه. الراجل ده بتاع دراجون سول، طبعا ده بيبيع دراجون سول 7 اي حته ب100,000 كبس. تمام. في دروب كبس بيقع من الوحوش بس معدله صعب شويه بيجيلك في الشنطه، وبيبقى طبعا بخلاف الفي اي بي. طول ما انت بتكبر في الفي اي بي كل ما كان معدل الدروب بتاعك بيزيد. النوبيليتي وورد ده الحرب الرانكات كل يوم ما عدا الجمعة الساعة 11 بالليل لمدة 10 دقايق. أي ناس أو أي حد موجود في الرانكات اللي فوق دول من كينج برنس دوك يقدر يدخل الايفنت دي ويلعب ويكسب كمان تايتل ويكسب حاجات حلوه. الراجل الطيب ده الشوب بتاع الهورس ريس. الهورس ريس انت بتلعب الكويست نفسها بتديك نقط، وكمان عندنا في ايفنتات كتيره بتدي نقط من الهورس ريس دي من خلالها تقدر تشتري اكسسوارز، تقدر تشتري
دراجون سول، تقدر تشتري جيرمانتات، تقدر تشتري الكلام الجميل ده كله من خلال الراجل ده. اللاكي مان دي كويسة، بتتلعب كل ساعة لمدة دقيقتين، من الدقيقة صفر للدقيقة اتنين. ده بتخشوا كلكم جوه، كنت شرحتها قبل كده، بتخشوا كلكم جوه المابا، وبعد كده بتلاقي واحد بس اللي بيكسب بالحظ وبيخرج التاون سيتي من غير قتل ومن غير اي حاجة. طبعا عندك البريف والتو اونلي وكل دول الايفنتات كلها، انت لما تكلم كل واحد تعرف هو بيشتغل امتى وبيعمل ايه. كمان الايفنتات دي كلها جديده، يعني مش هتلاقي مكان بيعمل نفس فكره الايفنتات بتاعتنا دي. الشامبيون بيكي دي بتتلعب كل ساعه زوجيه لمدة 10 دقايق، من الدقيقة مثلا الساعة 8 ل8 و10، وبتدي لك النقط بتاعة الشامبيون ارينا دي. انا لسه كسبان واحدة، تديك 1000 نقطة تقدر تشتري بيها ستونات، او تحوش وتشتري او تاخد بيها الكبس او الفلوس العادية، او البيج بيرمنت ستون بتاع تثبيت الصول. تمام. الوندر هيرب ده وانت بتلعب كده في وحوش كبيرة بتوقع حاجة اسمها الوندر هيرب، لما تيجي تبدل من هنا ل10 بيدوك 20 ألف كبس. طبعا معدلهم صعب لكن ليهم قيمة كبيرة. كده احنا خلصنا الجزئية بتاعة فهم السيرفر بشكل عام. طبعا عندنا ايفنتات كتيرة. عندنا الاليت وور زي ما انتم شايفين، بتتلعب مرتين كل يوم الساعة 11 والساعة 11 بالليل لمدة ساعة، والمكسب بتاعها مميز جدا. البيكي شامبيون دي بتتلعب كل جمعة من الساعة 18 أو الساعة 6:55، ده الدخول لغاية الساعة 7. طبعا الفكرة بتاعتها جامدة جدا، وكنت شرحتها في فيديو وهشرحها لكم سريعا هنا كده. إن أنت بتخش الإيفنت دي بتلاقي نفسك بتتقسموا لأعداد زوجية، مثلا في 10 جوه، كل اتنين بيروحوا مابا لوحدهم وبيلعبوا بعض. بعد اللي بيكسب من العشرة دول بيتجمعوا الناس اللي كسبت في المابا، وبيتقسموا لأعداد زوجية تانيين، وبيفضلوا التكرار ده موجود لغاية لما يبقى شخص واحد بس هو اللي بيكسب الجايزة بتاعتها. والجايزة بتاعتها تبقى شامبيون بوينت، وبيديك حاجات تانية، بس بيديك أرقام كبير جدا، قد يكون 200 300 ألف. فهتلاقي الموضوع معاك كويس، ممكن تشتري بيه الحاجات دي برضو تفيدك في الاستافة بتاعتك، وبيديك سي بي اس وبيديك حاجات كويسة. طبعا احنا عندنا في كل شوية هتلاقي في تحديث ان شاء الله. عندنا الاليت بيكي، السكيل، التيم بيكي، كل حاجه الحمد لله 100 فل و14. وطبعا انت لو رحت كلمت الامبيسيهات هتفهم منها هي بتشتغل امتى وبتعمل ايه بالظبط. الاليت بيكي زي ما انتم عارفين في نفس الميعاد بتاع الاليت بيكي اللي هنا. السكيل والتيم بيكي كل الحاجات دي مظبوطه بالشعر. المهم ان انت تبقى فاهم الكورسات دي بتشتغل ازاي عشان تعرف تلعبها. طيب الدروب عندي فيه ايه؟ الدروب انا عندي بيوقع اول حاجه جولد، وطبعا ده الريت بتاعه قليل شويه، وبيوقع سي بي اس، وبيوقع دي بي، بيوقع ميتور، بيوقع الايتمز البلس، وكمان بيوقع شنط، الشنطة زي بتاعة شنطة الاستونات. الشنطة دي لما بتيجي تفتحها او بتيجي يعني تدوس عليها كليك يمين، بتدي لك استونات بالحظ من 2 لغاية استونية بلس 5. دي هتفرق معاك في الاستفة جدا. بيديك كمان في شنط بتقع تانية، شنط بتاعة الهورس ريس بتديك برضو نقط كبيرة، تقدر تبدل من خلالها الريس بوينت بتاعك او الهورس ريس بوينت بتاعك، تبدل بيها حاجات كبيرة. طبعا الاتاك بالانس جدا، كل شخصية مفيش حاجة احسن من حاجة. اخر حاجة عندنا ايبك النينجا، يبقى انت عندك ايبك تروجان وايبك نينجا، دول اكتر حاجة موجودة او اعلى حاجة موجودة دلوقتي. السكيلات كلها 100% ما فيهاش مشاكل لكل الشخصيات، بالانس كبير جدا. اخر بلس عندنا هو بلس 6. لو انا جيت مثلا قلت عاوز ستون مثلا نورمال، مثلا دي خليها بلس 4، يبقى أنا عندي ستون بلس 4 اهو. لو انا عايز اجيب مثلا ستون بلس 6 وجبت دي كده، وهنبلص كده نشوف البلس 6 فين، ونديها البلس بتاعها كده، هيفتح معاك لي 6 وبعد كده هيقف. طبعا لو انت حاولت تفتح تاني مش هيفتح معاك، لان اخر حاجة عندنا بلس 6. طبعا ده كله عشان الناس تبقى عندها قدرة انها تنزل وتلعب، وشوية شوية نفتح البلاس تاني والكلام الجميل ده كله. الشي عندنا سهل جدا. الشي انت ممكن آه، ممكن انك انت تهنط شويه تجيب لك سي بي اس، يعني تحاول تجيب سي بي اس. السي بي اس بتاعك مش عالي قوي، انت بس مجرد ما بتنزل البورن هتلاقي الشي بيفتح معاك ايبك بسهوله، ولكن هيعمل كوست سي بي اس عليك شويه، مش غالي بس لازم يبقى بالانس شويه علشان يبقى له قيمه. طبعا الجيانج احنا قافلينه دلوقتي خالص، مش عايزينه دلوقتي الجيانج. ايه تاني ممكن نشرحه؟ عندك الدروب قلناه، عندك الاصطفة اللي بتاخدها قلناها.
نروح الماركت نبص على الحاجات اللي موجوده في الماركت. عندك مثلا الراجل بتاع الشارك سوليجر ده بتبدل له السفاش بون، بيديك حاجه بالحظ. الحظ ده ممكن حته دراجون سول 6 او 7، او سي بي اس، او فلوس عاديه. طبعا الكلام ده بيختلف بناء على الحظ. والراجل الانشانتر ده بتجيب مثلا 500 نقطه اونلاين بوينت، وبتيجي تعمل دامج واحد في الايتيمز بتاعتك كلها، سواء بقى قب، سواء ايتيمز بشكل عام، سواء كروب، سواء الاكسسوار، سواء كل الكلام ده. فانت بسهوله جدا تقدر تعمل الكلام ده. اللوتري عندنا مهم جدا، لان انت بيطلع لك منه ايتيمز بلس 6 على طول، يعني طبعا بالحظ، بس هي معدلها كويس جدا. فهتلاقي نفسك بتلعب وبتتميز في وقت قليل. كل اللي عليك ان انت هتحمل الاكونت او هتحمل الكلينت دلوقتي بتاعك، وهتنزل تلعب. السيرفر بتاعنا لسه فاتح حالا من نص ساعة، فاستغل الفرصة وانزل اشتغل، وهستناك في السيرفر ان شاء الله.